شرارة اشتعال ثورة 11/11 تأتي دعوات الاحتجاج في عموم البلاد وسط حالة من الغضب الشعبي من الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية وانهيار العملة المحلية وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب والفواتير الباهظة وحالة من القمع غير المسبوقة للحريات والغلق التام للمناخ العام. ومنذ بدء الدعوة للنزول تصدر أكثر من وسم مواقع التواصل الاجتماعي من بينهما انزل 11/11 حرر بلدك. صاحبت دعوات النزول منذ بداية شهر تشرين أول أكتوبر الماضي انتشار مقاطع مصورة قام أصحابها بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إما للتنديد بالغلاء والقمع أو للمشاركة في تظاهرات 11/11 المرتقبة. من تنامي الدعوات وانتشارها والنزول، وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد حذرت في بيان لها مساء الجمعة رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة. وسبق أن قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أن النظام المصري شن حملة اعتقالات واسعة في القاهرة والعديد من المحافظات المختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الدعوات لتنظيم احتجاجات واسعة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأوضح العطار أن تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع وإرسال رسالة مفادها نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك. وهي الإجراءات والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في ايلون سبتمبر 2019 و2020، والتي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.